أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وسلامة يا رب. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه برضه عن العملات التذكارية اللي هي زي ما انا قلت لكم هنكمل في السلسلة دي. بس يا جدعان والله العظيم الأسعار اللي أنا بجيبها يعني دي تقييمات اللي أنا بلاقيها، فاهمين قصدي؟ يعني دي تقييمات مثلا الخبراء، أنا باجي أقول لك العملة دي بكذا. أنت بقى عايز تبيع بسعر التجار اللي موجودين في مصر أوكي، مش عايز تبيع بسعرهم، عايز تستنى السعر يرتفع، ده برضو راجع لحضرتك. وبعدين يعني برضو في ناس بتكلمني تقول لي، بتبعت لي على التلاتة تقول لي انا برن على الرقم بتاعك انت ما بتردش. انا اساسا ما نزلتش رقمي لان انا ما عنديش الا رقم واحد خاص بيا ان انا بستخدمه. فانت دلوقتي بتيجي تقول لي انا ما برن عليك، انت كده بترن على رقم تاني او شخص تاني غير محمد يحيى، انت فاهم قصدي؟ لان انا ما عنديش غير رقم واحد، ده الرقم الشخصي بتاعي. انا مش هينفع انزله على النت، لو نزل على النت هلاقي يعني انا مش هعرف اعيش، يعني فاهم قصدي؟ هتلاقي الناس كلها بتكلمني، في آلاف عندي المشتركين وآلاف المشاهدات بتخش على القناة. فانت اما هتيجي مثلا انا هنزل الرقم ده، انت هتفضل تكلمني او غيرك هيكلمني، اللي غيرك لا يبعت على الواتس، فاهم قصدي؟ ده الرقم الشخصي، فانا مش عارف انزله. انا بفكر ان انا اجيب رقم جديد واعمله للواتساب فقط لا غير. تمام. وساعتها بقى انت تقدر ايه تكلمنا على الواتساب، وانا اقول لك مثلا العمله دي بكذا، العمله دي بكذا، فاهمين قصدي؟ ونعمل جروب كده، اللي حابب يشتري من حد يشتري. لو انتوا عجباكوا الفكره دي برضو ايه قولوا لي، ايه ممكن انفذها عادي. راح اشتري رقم واعمل مثلا واتساب واعمل جروب كده، والناس اللي عايزه تخش، بس الناس المحترمه، محدش يخش الا ادب ومحدش يشتم، فاهمين قصدي يا جماعه؟ بس وبرضه ايه يعني حتة الاسعار، بس انا بنوه. انا والله يعني انا بجيب من الكتالوج العالمي للجمعية الهواة العالمية، يعني ده كتالوج معتمد. تمام. حتى ان جي سي برضه بتخش عليه، كل الناس بتخش عليه، الناس اللي بتقيم، الشركات اللي بتقيم العملات والحاجات القديمة، كل الناس بتخش عليه لان ده معتمد. الناس الخبراء هم اللي عاملينه، مش لا مؤاخذة ناس قاعدة في بيوتها ونازلة بتنزل اي معلومات وخلاص. فانا بجيب لك المعلومات دي، وانت هتشوف حتى اساسا في الفيديو ده الاوزان. انتوا لو عايزين بعد كده الماده يعني مثلا معموله من الفضه، اكيد العمله ديت مش معموله من الفضه بس، داخل فيها معدن تاني، فاهمين الفكره؟ فانا ممكن اقول لك حتى المعلومات دي، بس انا عشان ما استهلكش وقت الفيديو واستهلكش وقت حضرتك، فانا ما بحبش اخش في التفاصيل دي كلها. احب اقول لك الحاجات المفيده بس اللي هتفيدك لا غير. تمام. خلونا قبل ما نبدا زي ما احنا متعودين نصلي على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تكون أول عملة معانا النهاردة عملة الجنيه الأزهر الشريف، إصدار سنة 1970 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1970. معمول من مادة الفضة بوزن 25 جرام، والكمية السك 250 ألف قطعة فقط لا غير، يعني يعتبر قول ربع مليون قطعة فقط. عشان بس ايه محدش يرجع يقول لي بقى ايه دي غالية أوي كده ليه. اسمع بقى، سعر الأنصر ب4280 جنيه بواقع 138 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب2945 جنيه بواقع 95 دولار. نخش على تاني عملة معانا النهاردة، الجنيه بتاع عبد الناصر، إصدار 1970 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1970. معمول من مادة الفضة بوزن 25 جرام، وكمية السك 400 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر ب6975 جنيه بواقع 225 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب5735 جنيه بواقع 585 دولار. نخش على تالت عملة يا جماعة، العشر قروش بتاعت سوق القاهرة الدولي، إصدار سنة 1972 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1972. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، وكمية السك المعروفة 500 ألف قطعة. تمام. بسعر الأنصر ب372 جنيه بواقع 12 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب215 جنيه بواقع 7 دولار. نخش على رابع عملة، العشر قروش بتاعت قناة السويس، إصدار سنة 1972 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1972. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6.1 جرام، وكمية السك 5 مليون قطعة، ومع ذلك مطلوبة. بسعر الأنصر ب530 جنيه بواقع 17 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب310 جنيه بواقع 10 دولار. نخش على خامس عملة معانا اللي هي ال5 مليمات الفاو، بس دي بقى يا جماعة مطلوبة جدا، ومع ذلك يعني تم سك منها كتير بس مطلوبة. إصدار سنة 1973 وانتهى إصدارها سنة 73 برضو، معمولة من الألومنيوم الخالص. تمام. وتقدر تروح تكشف عليها يعني لو انت مش متأكد من معلوماتي عامة يعني.
الوزن 1.5 جرام، او توزنها وتعرف ان انا بكلمك في الصح، يعني انا بقولك المعلومات الصح. المهم، وكمية السك 10 مليون قطعة، والتفاصيل التركيب بتاعتها يعني المواد المستخدمة 99% ألمونيوم، يعني تقدر تقطمها بإيديك وخفيفة جدا، ولذلك هي مطلوبة. بسعر للأنصر ب590 جنيه بواقع 19 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب400 جنيه بواقع 13 دولار. نخش على سادس عملة معانا النهاردة، الخمس مليمات بتاعت عام المرأة، إصدار سنة 73 وانتهى الإصدار سنة 73 برضه، معمولة من مادة النحاس بوزن 2 جرام، وكمية السك غير معروفة ومع ذلك برضه مطلوبة. بسعر الأنصب ب250 جنيه بواقع 8 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب95 جنيه بواقع 3 دولار. نخش على سابع عملة معانا النهاردة، الخمس قروش بتاعت سوق القاهرة الدولي. وانا عايز انوه هنا، انت ممكن تجمع القروش كلها او اي عملة بتاعت القاهرة الدولي وتعملهم في باكج واحد، شوف بقى السنين الاصدار بتاعتها كلها اللي انا قلتها لحد اخر سنة، تمام، بس تجمعهم في حالة جيدة او في حالة انصر، تحطهم في باكج واحد وتبيعهم، هتجيب لك رقم على فكرة. إصدار سنة 1973 وانتهى إصدارها سنة 73، معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.6 جرام، وكمية السك المعروفة عنها 500,000 قطعة فقط لا غير، وسعر الأنصر بتاعها ب155 جنيه بواقع 5 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب60 جنيه بواقع 2 دولار. نخش بقى على العملة التامنة، الخمس قروش بتاعة البنك الأهلي، احتفالية البنك الأهلي، إصدار سنة 1973 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1973، ومعمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.52 جرام، كمية السك المعروفة 1,000,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر ب370 جنيه بواقع 12 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب215 جنيه بواقع 7 دولار. نخش على تاسع عملة معانا النهاردة، الخمس قروش بتاعت حرب أكتوبر، إصدار سنة 1974 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1974، معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.55 جرام، وكمية السكة المعروفة 2 مليون قطعة، بسعر الأنصر ب340 جنيه بواقع 11 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب155 جنيه بواقع 5 دولار. نخش على اخر عملة معانا النهارده، العشر قروش بتاعت حرب اكتوبر، برضو اصدار سنة 1974 وانتهى الاصدار بتاعها سنة 1974، معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، وكمية السكة بتاعتها 2 مليون قطعة، بسعر الأنصب 465 جنيه بواقع 15 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب250 جنيه بواقع 8 دولار. وفي اخر الفيديو يا جماعه حابب والله انوه، يعني متنساش تعمل اللايك والتعليق الحلو منك، او عايز تستفسر عن اي حاجه انا معاك. وزي ما انا فهمتك في اول الفيديو ايه الاسعار، انا زي ما انا بلاقيها في التقييم باجي اقولها لك وخلاص، انت عايز تاخد بيها اوكي، مش عايز تاخد بيها يعني انا والله يعني انا عملت اللي عليا وجبت لك الاسعار. عايزين اجيب لكم بعد كده المعلومات عن العمله وما اجيبش اي اسعار، ده برضو راجع لحضرتك، انتوا اللي ممكن تقولوا لي انت عايزين بس نتعرف على العمله، وما تقولش يا عم اي اسعار لو انتوا شايفين ان انا اسعاري غلط. بس انا بقول لك، هو انا بقول لك التقييم بتاع الخبراء، انا مش بتاع التقييم بتاع التجار، انا بقول لك تقييم خبراء، ناس فاهمه في قيمه العمله التاريخيه، تمام، مش واحد جاي يشتري معدن وخلاص، تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.